في أصوات حلوة جدا بتدخل مجال التعليق الصوتي بكل حماس وبيسجلوا بدقة وبيشتروا مايك غالي وبرضه مش لاقيين شغل. ليه؟ لأن في أخطاء صوتية بتموت فرصك وانت حتى مش واخد بالك إنها موجودة. النهاردة هنتكلم عن 7 أخطاء قاتلة بتموت فرصك في الفويس أوفر، وهي دي اللي ممكن تكون بتفصلك عن الشغل. الخطأ الأول إن صوتك حلو بس فاضي. واحدة من أكتر الأخطاء اللي بشوفها الأداء المثالي اللي مفيهوش روح. الصوت ناعم وواضح بس ما فيهوش احساس. العميل مش بيدور على صوت حلو، هو بيدور على احساس يوصل لودنه. في دراسه من جامعه UCLA اثبتت ان 38% من قوه التواصل بترجع لنبره الصوت مش للكلمات نفسها. معنى كده ان الاداء اهم من الجمله نفسها. الخطأ التاني صوت متصنع. المشكله مش انك بتتدرب على اداء معين، المشكله ان صوتك بيبان عليه انه متدرب زياده عن اللزوم. العميل عايز انسان مش صوت آلة، وده اللي هيفرقك عن الاي اي. جرب دايما تسجل السكريبت كأنك بتحكيه لحد من اصحابك مش اختبار. الخطأ الثالث ان مفيش ديناميكية في الصوت. كلنا عندنا نغمة مريحة، بس استخدام نفس النغمة طول فترة التسجيل بيخلي العميل يفقد الاهتمام بيه اساسا. لازم يكون في تلوين وشد وجذب، والباصص بتاعتك تكون مختلفة وهكذا. اعتبر ان اداء الصوت هو موسيقى من غير آلات. حاول تخلي دايما السكريبت بتاعك فيه لو هاي زي اي اغنية. الخطأ الرابع ان سرعة الاداء مش مناسبة. سرعة الصوت سواء بسرعة زيادة او بطء زيادة بتخلي الرسالة مش واضحة، مبهمة، او بتخلي العميل يحس انك اساسا مش فاهم الاعلان. قاعدة عامة: اقرا الاعلان مرتين، مرة كأنك مستعجل ومرة كأنك بتحكي لطفل وفي الاخر خد الوسط. الخطأ الخامس انك مش فاهم نوع السكريبت. مش كل سكريبت اعلان، ومش كل اعلان محتاج حماس. الخطأ السادس انك بتتجاهل التارجت اودينس. لازم تعرف انت بتكلم مين. صوتك بيكلم الامهات ولا الشباب ولا الاطفال، مراهقين، رجال اعمال؟ كل فئة ولها طريقة مخاطبة مختلفة. اعرف البرسونا اللي ورا الاعلان ايه وقدم لها الاداء اللي يناسبها. الخطأ السابع انك بتبعت الاداء للعميل من غير ما تراجعه. كتير بيبعتوا التسجيل الاول على طول، بس دايما في حاجات بتبان في المراجعة: نفس عالي، جملة نطقتها غلط، في جملة ممكن تتقال أحسن. قاعدة ذهبية: ما تبعتش أي تسجيل قبل ما تسمعه 3 مرات. الخلاصة إن شغل في الفويس أوفر هو إدراك، مش بس صوت حلو أو مايك غالي. ولما تتجنب ال7 أخطاء دول، صوتك مش بس هيبان ولكن هيتسمع ويتحب ويطلب كمان. لو عجبك الفيديو وحسيت إنك استفدت، ما تنساش تعمل لايك وشير عشان يوصلك فيديوهات أكتر. ولو عندك أي استفسار سيب لي كومنت وهرد عليك. أنا كنت عايدة، مدربة التعليق الصوتي.